بعد ما طيارة وقعت في المحيط الهادي، إدواردو ومعاه رجلين كمان قدروا ينجوا وفضلوا تايهين في عرض البحر على قارب نجاة. وفي اليوم السابع توم وسام بدأوا يتخانقوا زي الوحوش على آخر زمزمية مية فاضلة. إدواردو هو مصمم يوقف الخناقة دي مسك مسدس إشارة وهددهم إنه هيضرب، لكن في الآخر هو اللي بقى الهدف الجديد بتاعهم. وقت ما توم بيهجم على إدواردو، سام مسك سكينة علشان يهجم عليه هو كمان، لكنه اتصاب والاتنين وقعوا في المية. في اللحظة دي ريحة دمهم شدت انتباه قرش كان بيعوم قريب منهم، وسام اتعض عضة جامدة. ولما شاف خصمه وهو بيتسحب لتحت في عمق البحر، توم طلع تاني على السطح وهجم على إدواردو علشان ياخد القارب لوحده، لكن إدواردو قدر يخلص نفسه واستخدم مجداف علشان يضربه بيه على دماغه وخلى بقعة دم كبيرة في المية. بعدها بكام يوم لقى إدواردو طقم سفينة كبيرة وقدروا ينقذوه وهو لسه عايش، ورغم الجفاف الشديد اللي كان فيه الراجل كان لسه واعي. وواحد اسمه لوسيوس أكد إنه هيدفع لقبطان المركب دي علشان يوصله للقارة، لكن قبلها الدكتور البيطري ده هينزل على جزيرة، على كلامه يعني دي جنة على الأرض. وتاني يوم الصبح إدواردو كان حاسس إنه أحسن بكتير، واكتشف إن مركبهم رست على جزيرة اسمها مورو. وحسب كلام لوسيوس القبطان ما وافقش يوصله للقارة، علشان كده إدواردو هيبقى مضطر يروح معاه للجزيرة. بعد ما لوسيوس نزل الأقفاص اللي ملهاش عدد والمليانة حيوانات اللي جابها معاه للجزيرة، ساق عربيته ودخل بيها الغابة وبدأ يوزع الحيوانات دي في حظاير كبيرة كانت مبنية وسط اللامكان. ولما شاف إدواردو الأرانب دي كلها قال إنه كان عنده أرنب بيربيه وهو صغير وكان بيحبه جدا. في اللحظة دي الدكتور البيطري قام مموت أرنب منهم وقال إنه هيقدمه له على العشاء. بعد كده ساق عربيته لحد قرية صغيرة، وإدواردو اكتشف إن في ناس كتير عايشين على الجزيرة دي. بعد ما دخلوا بيت من البيوت، لوسيوس أمر صاحبه إنه يستناه في مكانه علشان عنده شوية شغل محتاج يخلصه. ووقت ما إدواردو بيتفرج بتركيز على كل تفصيلة في ديكور البيت، اكتشف إن الراجل اللي عايش هنا اسمه دكتور مور، وإنه كسب جوائز كتير عن أبحاثه في مجال التلاعب الجيني. فجأة لمح واحدة ست بترقص في البلكونة وقرر يقرب علشان يتفرج على حركاتها. ولما آيسا أخدت بالها من وجود إدواردو اتخضت، لكنها فهمت على طول إن الراجل ده مش خطر. بعد ما عرفت نفسها، آيسا كشفت إنها بنت دكتور مور وإنها عايشة على الجزيرة دي من وهي صغيرة. في اللحظة دي ظهر لوسيوس والست مشيت. وقتها لوسيوس أخد إدواردو للأوضة بتاعته وكشف له إنه دكتور مور اللي الكل كان فاكر إنه مات نقل حياته للجزيرة دي بعد ما المدافعين عن حقوق الحيوانات أجبروه يسيب أمريكا. بعد ما خرج لوسيوس من الأوضة قفل الباب بالمفتاح وقال إنه عمل كده علشان يضمن أمان إدواردو. ورغم إنه سمع إن ده لمصلحته، الزائر قرر يهرب من المكان واستخدم سيخ حديد علشان يفتح الكالون. وفي محاولة منه علشان يكتشف المكان ده مخبي إيه بالظبط، إدواردو اتسحب بالراحة لحد مخزن واكتشف إن المكان ده عبارة عن معمل مرعب. جنب العشرات من فصائل الحيوانات اللي محبوسة جوه، كان في كمان مجموعة من العلماء بيولدوا مخلوق شبه الإنسان الهجين وزي أمه بالظبط. المولود الجديد كان خليط بين إنسان وحيوان. ولما اكتشف إن هي دي الأبحاث اللي دكتور مورو كان بيعملها، إدوارد اتصدم، ولما وجوده اتكشف هرب فورا من المعمل. وفي طريقه قابل 2 مهجنين تانيين. الراجل وهو مرعوب دخل الغابة علشان يستخبى، لكن آيسا لقيته وقالت له إنها هتساعده يخرج من الجزيرة بشرط إنه يوعدها إنه مش هيعمل أي حاجة تضر أبوها. وبعد كام دقيقة من الجري في الغابة، الاتنين وصلوا للشط، لكن بعدها على طول الصيادين ظهروا والاتنين اضطروا يهربوا تاني. ولما وصلوا عند شلال لقوا قدامهم هجين فرو كثيف شبه القطط الكبيرة، وفي نفس الوقت لسه محتفظ بملامح بشرية. ولما المخلوق حس بوجود البشر جري على الغابة، والاتنين استغلوا الفرصة وهم كمان هربوا. وفي طريقهم قابلوا أساسيمون، والست أقنعت المخلوق إن إدواردو صديق. وبما إن الموضوع كده، المخلوق قرر يساعدهم يلاقوا واعظ القانون. ولأن إدواردو ما بقاش قادر يثق في أي حد تاني على الجزيرة، ما كانش قدامه حل غير إنه يمشي وراهم. بعد شوية التلاتة وصلوا لقرية مليانة بالكائنات الهجينة اللي عايشة زي الحيوانات. وإدواردو كان بيسأل نفسه إزاي المخلوقات دي قادرة تعيش في مكان قذر زي كده. لما لقى الواعظ، إدواردو فهم إنه مجرد تيس أعمى بيعتبروه حكيم لأنه من أقدم الكائنات في فصيلته. فجأة الكل سمع صوت أبواق وخرجوا من ملاجئهم علشان يستقبلوا الدكتور بشكل لائق. مع وصول دكتور مور، الهجناء ما كانش قدامهم اختيار غير إنهم يسلموا الدخيل. ولوسيوس وجه مسدس على راسه، لكن بدل ما ياخد أمر بالضرب، الدكتور البيطري اضطر يسلم المسدس لإدواردو، والراجل استخدمه علشان يبعد كل الوحوش اللي حواليه. ولما شافوه بيهدد حياة الدكتور بتاعهم، المخلوقات اتمردت وهددت انها هتهجم على إدواردو. في اللحظة دي الدكتور داس على زرار والحيوانات كلها وقعت على الأرض بتتلوى من الألم.
ولما إدواردو فهم إن مورو هو سبب معاناة المخلوقات دي اللي كانت بتحاول تدافع عنه، أمره إنه يوقف، وفهم إن الراجل ده أسوأ بكتير من اللي كان ممكن يتخيله. ورغم إن دكتور مور هو صاحب التجربة على الكائنات الغريبة دي، إلا إنه ما بيحملش أي مشاعر ناحيتهم وبيعتبرهم أقل من البشر. ولما رجعوا البيت، مورو عرف إدواردو على باقي أولاده، والراجل اكتشف إن الدكتور اتبنى شوية من مخلوقاته كأفراد عيلته. وفي محاولة منه علشان يشرح الأبحاث بتاعته، مورو كشف إن المخلوقات اللي إدواردو شافها دي كلها حيوانات تم دمج جيناتها مع جينات بشرية، وحاول يقنعه إن التجارب اللي بيعملها بقاله 17 سنة دي تجارب شرعية. وبالليل إدواردو رجع البيت الرئيسي علشان يتعشى، واكتشف إن المخلوقات دي كانت نتيجة محاولة من دكتور مور إنه يطور النوع البشري بإضافة صفات مدمرة. هدفه كان الوصول لكمال الفصيلة علشان البشر يقدروا يبقوا شبه الكائنات الإلهية في نقائهم وتناغمهم. وحسب كلام الدكتور، بعد كل التجارب الفاشلة دي، هو بقى أقرب من أي وقت فات إنه يلاقي تركيبة يعمل بيها بشر كاملين خاليين من أي غلطة. في اللحظة دي زازيلو قدم العشاء، ولما شاف أرنب مشوي على الصينية، مورو غضب جدا لأن في قانون بيمنع أي حد ياكل لحوم على الجزيرة. ولما سمعت كده أيسا كشفت إن وهي بتهرب مع إدواردو شافت جثث أرانب مرمية في الغابة، وكل الدلائل بتشير إن واحد اسمه لوماي هو المسؤول عن الهجوم ده. الدكتور وهو متعصب من الخبر ده قال إن هيبقى في محاكمة تاني يوم، وأمر الكل يرجعوا لأوضهم. وبالليل إدواردو فضل قلقان من الكوابيس وجري على الرصيف البحري على أمل إنه يقدر يهرب بمركب، لكن لما وصل هناك حصرته فيران على شكل بشري واضطر يهرب علشان ما يتهاجمش من المخلوقات دي. تاني يوم الصبح أثناء المحاكمة، لوماي تم إدانته بخرق القانون اللي بيمنع قتل الحيوانات التانية، فعمل ثورة وهو غضبان جري ناحية الدكتور وكان على وشك إنه يقتله. وقتها دكتور مورو داس على زرار بيفعل شريحة مزروعة في مخ لوماي، والمخلوق وقع على الأرض. ولما قرب منه الدكتور قال إنه هيسامحه على جرايمه، لكن زازيلو اتصرف بسرعة جدا وضرب لوماي طلقة في دماغه بحجة إنه بيساعد في حماية القانون. وبأوامر من أبوه، زازيلو أخد جثة لوماي للمحرقة. في الوقت ده إدواردو جري على كابينة الراديو علشان يحاول يطلب مساعدة، لكنه ما قدرش يتواصل مع العالم الخارجي. بعد ما تم تدمير جثة المخلوق الشبيه بالقطط، واحد اسمه كيريل راح علشان يقدم تعزيه لصاحبه القديم، ولقى الشريحة اللي كانت مزروعة جوه جسمه. بعد ما شال الشريحة اللي كانت مزروعة في جسمه هو كمان، كيريل بدأ يراقب لوسيوس وكل اللي بيشتغلوا مع دكتور مورو عن قرب، لأنه فقد كل الثقة اللي كانت عنده فيهم. ولما الدكتور البيطري اكتشف ان القرد شال الشريحة بتاعته، جري علشان يجيب مسدسه وحاول يضربه، لكنه ما قدرش يصيبه. وفي محاولة منه علشان يمنع المتمرد ده من الهروب، لوسيوس أمر زازيلو يجمع مجموعة صيادين علشان يقبضوا عليه، وتمت مطاردة كيريل لحد الشط، وهناك جات له فرصة يكشف اللي اكتشفه. بالليل لوسيوس ظهر في كابينة الراديو واكتشف ان ادواردو اقنع واحد اسمه ميلين يصلح جهاز الاتصال علشان يقدر يطلب مساعده. ولما كيريل جات له فرصه يشرح اكتشافه للباقيين، اقنعهم يروحوا يواجهوا دكتور مورو ويسالوه هم ايه بالظبط. رغم انهم كانوا بينادوا الدكتور بابوهم، المخلوقات دي عمرها ما فهمت ليه هم مختلفين عنه، فمورو حاول يتهرب من الموضوع. كان هدفه يكسب وقت علشان ما داي يديله الريموت كنترول بتاعه علشان يوقف الوحوش دي عند حدها. لكن اول ما داس على الزرار، مورو اكتشف ان الوحوش دي شالت الشرايح بتاعتها كلها، ومن اللحظة دي قرروا يتجاهلوا القانون اللي كان بيمنعهم يقتلوا اي حد. والدكتور لما حس ان حياته في خطر، مسك جمجمة كانت بتستخدم كديكور وضرب بيها واحد من المخلوقات الشبيهة بالقطط، لكنه في الاخر اتهاجم واتعض في كتفه. ولما الدكتور وقع على الارض، المخلوقات اتجمعت علشان تقتله مرة واحدة وللابد، واكلوا الدكتور بتاعهم. وإدواردو لما شاف تدمير جثة دكتور مورو، طلع مسدسه وبدأ يضرب نار على المخلوقات واللي قررت تهرب علشان ما تتقتلش. في اللحظة دي أيسا ظهرت، وإدواردو منعها تقرب من جثة أبوها علشان البنت ما تتصدمش. وبمساعدة واعظ القانون واخواتها، أيسا عملت جنازة لائقة لأبوها، والكل كان بيسأل نفسه ازاي هيكملوا حياتهم دلوقتي بعد ما الدكتور بتاعهم ما بقاش موجود. وفي محاولة منه علشان يطمنهم، واعظ القانون قال لهم إن دكتور مورو ما سابهمش، وإن روحه هتفضل موجودة دايما علشان ترشدهم. ولما إدواردو قرب علشان يحاول يواسي البنت، لاحظ إن أسنانها بتتحول لأنياب، والبنت كشفت إنها بتمر بعملية تحول سريع. حسب كلامها فيه مصل ممكن يوقف التحول ده، فإدواردو قرر يروح ورا لوسيوس علشان يطلب مساعدة، لكنه فهم بسرعة إن الدكتور البيطري مش ناوي يتعاون. بدل ما يقول المصل فين، لوسيوس قال إنه دمره ودخل في حالة يأس. في الوقت ده كيريل ورجالته كانوا بيخططوا يولعوا في الرصيف البحري علشان يمنعوا أي حد يدخل أو يخرج من الجزيرة.
فجأة زازيلو ظهر، والضبع كيريل فهم انه مسلح وبيحاول يوقفه. كيريل استخدم جهاز دكتور مور علشان يسبب له ألم، لكنه اتفاجئ لما اكتشف ان زازيلو ناوي ينضم للثورة بوعد انه هيساعد العصابة اللي قتلت ابوه انها تجيب ذخيرة اكتر. زازيلو طلب منهم يشيلوا الشريحة من جسمه. في اللحظة دي كيريل امر رجالته يمسكوا زازيلو واستخدم اسنانه علشان يفتح فتحة في ضلعه. بعد ما شال الشريحة، الوحش قبل زازيلو كعضو جديد في فريقه وشاركوا خطته علشان يسيطر على الجزيرة وكل سكانها. بعدها كيريل ولع في الرصيف البحري وفجر كل أبراج الاتصالات علشان محدش يقدر يتواصل مع العالم الخارجي ويبلغ باللي بيحصل. ودلوقتي وبعد ما دكتور مور ما بقاش في السلطة، لوسيوس لقى فرصة علشان يأسس مملكته الخاصة. وهو قاعد على الكرسي بتاع دكتور مورو، الدكتور البيطري بدأ يقدم هدايا للمخلوقات بهدف كسب ودهم وثقتهم. في اللحظة دي إدواردو كان في المعمل ولقى أنبوبة دم عليها ملصق مكتوب عليه اسم عيلته، ولما فتش في التلاجة لقى المصل اللي آيسا كانت بتستخدمه علشان تبطئ تحولها، واكتشف إن المادة دي تم تصنيعها من دمه هو. بعد الاكتشافات دي إدواردو فضوله زاد أكتر علشان يعرف دكتور مورو عمل إيه تاني بالدي إن إيه بتاعه، ولقى صور لا حصر لها بتشير إن تم العثور عليه ميت. ولوسيوس بعد ما كسب ود الرعاية بتوعه جمع أكبر عدد من المخلوقات حواليه علشان يحكي لهم حكاية ويحتفل، لكن الحدث ده اتقطع بوصول زازيلو. لما شاف الهجين الكلبي، لوسيوس قام علشان يحضنه وشكر زازيلو على ولائه طول السنين اللي فاتت. ورغم ان زازيلو كان من المخلوقات المفضلة عند دكتور مورو، الا انه عمره ما كان وفي لابوه، لانه ما كانش موافق على فلسفته في عدم قتل اي حيوان. وبناء على كده لما لوسيوس ظهر بفكرة التمرد، زازيلو ما فكرش مرتين قبل ما ينضم ليه ويقبله كسيده الجديد. لكن دلوقتي بعد ما دكتور مورو راح والشريحة بتاعته اتشالت، زازيلو اتمرد على الدكتور البيطري كمان وضربه بالرصاص في صدره. وبعد ما قتله، المخلوق ادى المسدس لكيريل، واللي ضرب طلقات كتير على جثة لوسيوس لمجرد التسلية. بعدها بدقايق آيسا وصلت المعمل وحضنت إدواردو. الراجل وقتها افتكر كلام دكتور مورو واللي أكد إنه على وشك يخلص هدف أبحاثه. في اللحظة دي بس إدواردو أدرك إن البنت دي هي أحدث مخلوقات الدكتور، وغضب جدا لأنه اتخدع. آخر ذكرى عنده كانت إنه نجا من تحطم طيارة، ولوسيوس خلى إدواردو يصدق إنه هو اللي أنقذه، لكن الحقيقة إن الراجل تم أسره عن قصد علشان ياخدوا الدي إن إيه بتاعه ويستخدموه. وبعد ما مورو اتقتل، لوسيوس دمر كل المصل، وبالتالي مفيش أي حاجة قادرة تمنع البنت من التحول. وآيسا لما عرفت بأمر التمرد واكتشفت اللي جاي، أسرعت علشان تحرر الحيوانات اللي محبوسة في المعمل وأمرتهم يهربوا. وبعد دقايق كيريل ورجالته ظهروا سايقين عربية وفجروا المعمل بهدف القضاء على آخر بشريين فاضلين على الجزيرة. ولما أدرك إن إدواردو وآيسا قدروا يهربوا وجريوا على الغابة، كيريل أمر رجالته يروحوا وراهم. في الوقت ده الضبع اقتحم مكتب دكتور مورو وقعد يتسلى وهو بيستخدم السلاح علشان يدمر كل حاجة حواليه. إدواردو وآيسا وهم مرعوبين ومش عارفين يروحوا فين، جريوا على مخبأ واعظ القانون. ولما وصلوا هناك لقوا جثة لوسيوس هامدة. ووقت ما الاتنين بيحزنوا على فقدان الدكتور البيطري، زازيلو ظهر وأمر المخلوقات اللي تحت أمره إنهم يقبضوا على إدواردو. وآيسا في محاولة للدفاع عنه استخدمت مخالبها علشان تضرب أعدائها وحاولت تبعدهم عن البشري. ولما أدركت إنها مش هتقدر تهزم كل المخلوقات دي، آيسا هجمت على زازيلو، لكن الحيوانات اتجمعت علشان تحمي السيد بتاعها، والبنت اضطرت تهرب. لكن أثناء الهروب اتمسكت في الآخر من أخوها، واللي ربط حبل حوالين رقبتها وزقها على الأرض. إدواردو لما شاف صاحبته وهي بتتهاجم، كل أمل عنده اختفى، وسيطر عليه شعور الكراهية اللي حفزه ينتقم من الحيوانات دي. زي واعظ القانون بالظبط، إدواردو تم التعامل معاه كعدو، وكيريل أكد إنه هيستخدمهم كمثال علشان الكل يعرف إيه اللي بيحصل للي مش بيقبل الحكومة الجديدة. ورغم إن واعظ القانون عنده دي إن إيه حيواني زيه زي الباقيين، إلا إنه كان وافي جدا للدكتور مورو، وإحساسه بالعدالة ما سمحلهوش يدعم ثورة كيريل حتى وهو عارف إن ده هيكلفه حياته. أول ما زازيلو خلص كل المهام اللي اتكلف بيها، الضبع خانه وقتله بكذا طلقة، لأن كيريل عمره ما سامحه على قتل لوماي. وفي محاولة لإقناع الباقيين يتبعوا أوامره من دلوقتي ورايح، كيريل حاول يقنع واعظ القانون يعلنه كقائد جديد، لكن الراجل العجوز رفض يعمل كده. ولما فهم انه مش هيقدر يخليه يغير رأيه، الضبع راح يكلم إدواردو واستخدم ريموت دكتور مور علشان يسبب ألم لكل اللي في المكان ما عدا ميلين، اللي بفضل طبيعته الطيبة والمسالمة عمره ما اتزرع له شريحة تحكم. ولما أتباع كيريل بدأوا يضربوا نار على المخلوقات التانية، إدواردو قرر يجري في لعبته علشان يمنع أرواح أكتر إنها تضيع، فقال إن الضبع ده ملك ولازم يتم تبجيله.
المشكلة إن زي كيريل بالظبط كل رجالته كلوا من جثة دكتور مورو، وبالتالي ما ينفعش يتقرر مين فيهم هيبقى القائد اللي جاي. لما سمع كده كيريل قام وبدأ يضرب نار على كل شركائه وقضى على كل حليف دعمه في التمرد بتاعه. أثناء ضرب النار الضبع هو كمان اتصاب، وميلين استخدم شعلة مولعة علشان يدمر المكان اللي المتمردين فيه. حتى بعد الانفجار كيريل نجا، ورغم انه كان مصاب بجروح خطيرة المجنون ده أصر انه يقتل ادواردو حتى لو دي آخر حاجة هيعملها في حياته. لكن لما شاف الضبع ماشي ناحيته الراجل مسك مسدس وهدد انه هيضرب لو المخلوق ده أخذ خطوة كمان. في اللحظة دي كيريل قرر يقبل الهزيمة وحاول يهرب، لكن الحيوانات التانية اللي كانت بتتعامل كأسرى عملت له كمين وضربته. وهو عارف انه في موقف ضعف كيريل حاول يتفادى الضربات ويدور على طريق هروب، لكن ادواردو مسك مسدسه ومنعه يعدي، ومن غير مكان يروح له قرر يمشي ناحية الحريقة، وجسمه فضل يتحرق ببطء في النار. وبعد ما ساعد سكان الجزيرة يتخلصوا من قمع كيريل، ادواردو بدأ يبني طوف خشبي علشان يمشي. دلوقتي بعد ما سيدهم راح الحيوانات محتاجة حد يحكمها، وأساسيمون اترجاه ان ادواردو يفضل معاهم، لكن الراجل وعد انه هيرجع بفريق من العلماء علشان يحاول يساعدهم. لكن واعظ القانون اكد ان شعبه مش هيبقى فيران تجارب تاني لاي تجربه. دلوقتي بعد ما دكتور مورو مات الحيوانات هتقدر تتبع طبيعتها الحقيقيه وتعيش بغريزتها. وبناء على كده ادواردو مشي بوعد انه عمره ما هيرجع تاني وعمره ما هيكشف مكان الجزيره دي ابدا. ورغم انه وفى بوعده للواعظ الراجل ما قدرش يحفظ سر وجود الهجناء دول، ونشر كتاب حكى فيه كل اللي عاشه اثناء اقامته في المكان. من ساعة ما رجع للحضارة كل مرة ادواردو يبص حواليه ويلاحظ البشر بيكتشف ان عندهم صفات كتير مشتركة مع رجال الوحوش. ولما بيشوف الطبيعة الحيوانية وهي بتسيطر على الجنس البشري اكتر واكتر ادواردو بيبدأ يحس بالتشاؤم بخصوص المستقبل، لانه ادرك ان البشرية مش مختلفة كتير عن اللي شافه وعاشه اثناء اقامته في جزيرة دكتور مورو. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.